أصعب حاجة في الدنيا مش إنك تتسجن وتتحبس بين 4 حيطان، الأصعب هو النظرة اللي بتشوفها في عين الناس اللي بتحبهم، نظرة الشك والخيبة وإنت من جواك بتصرخ وبتتقطع وبتقول أنا مظلوم، أنا ما عملتش حاجة. الحكاية بدأت في ليلة شتاء باردة جدا، الساعة كانت 1 بعد نص الليل. يوسف شاب عنده 24 سنة عايش في حي شعبي بسيط، شقيان ومطحون عشان يصرف على أمه المريضة وأخته الصغيرة. يوسف كان شغال محاسب في شركة استيراد وتصدير كبيرة بتاعت راجل أعمال معروف اسمه الحاج رأفت. يوسف كان معروف في المنطقة كلها بأمانته وأخلاقه، الكل كان بيحلف بحياته. في الليلة دي يوسف كان سهران في الشركة لوحده بيقفل الحسابات السنوية، تليفونه رن، كانت أخته بتبكي وبتقول إن أمهم تعبانة جدا وغمي عليها. يوسف اتنطط من مكانه، قفل مكتبه بسرعة ونزل جري عشان يلحق أمه ويوديها المستشفى. من دربكة الصدمة نسى درج المكتب مفتوح، وده كان أول خيط في المشنقة اللي هتتلف حوالين رقبته. تاني يوم الصبح يوسف رايح الشركة وعينه منفوخة من قلة النوم والخوف على أمه. أول ما دخل من باب الشركة لقى الجو مكهرب، موظفين واقفين بيمسوه مسوه، وأول ما شافوه سكتوا تماما وبصوله بنظرات غريبة. وفجأة لقى 2 أمناء شرطة واقفين ومعاهم مدير الأمن بتاع الشركة، وأول ما شافوا يوسف قالوا هو ده، اقبضوا عليه. الفخ لما تلاقي نفسك في وسط لعبة مبرومة. يوسف واقف مذهول مش فاهم حاجة، الكلبشات حديدها لمس ايده وصقعها، صدم جسمه كله. في ايه يا جماعة؟ سرقة ايه؟ انا عملت ايه؟ يوسف كان بيصرخ. مدير الامن بصله بقرف وقال عامل فيها الشريف الامين، الخزنة اتسرق منها نص مليون جنيه كاش امبارح بالليل، وانت كنت اخر واحد في الشركة، وكاميرات المراقبة جايباك وانت خارج بتجري بشنطتك في وقت متأخر. يوسف حاول يشرح لهم ان امه كانت بتموت وان الشنطة مفيش فيها غير ورق الشغل ولابتوب، بس محدش كان عاوز يسمع. الكارثة الأكبر كانت لما البوليس فتش مكتب يوسف ولقوا في الدرج المفتوح مفتاح الخزانة الماستر اللي ما بيشيلهوش غير الحاج رأفت صاحب الشركة. ومش بس كده، لقوا في الشنطة القماش بتاعته اللي سابها في المكتب مبلغ 50,000 جنيه من الفلوس المسروقة. يوسف انهار تماما وبقى يزعق والله العظيم ما أعرف الفلوس دي جت هنا إزاي، المفتاح ده مش بتاعي، أنا مظلوم. بس في عالم الواقع الدموع ما بتمسحش البصمات، والكل صدق اللعبة اللي طبخت عليه بأستاذية. الكواليس الحقيقية، مين اللي سرق؟ عشان تفهم المشاهد التشويق اللي في الحكاية لازم نرجع بالزمن كام ساعة لورا. في نفس الليلة اللي سرق الفلوس حقيقة ما كانش يوسف، كان شريف ابن الحاج رأفت صاحب الشركة. شريف شاب طايس بيلعب قمار ومستلف مبالغ ضخمة من ناس خطيرة وبيهددوه بالقتل. شريف عارف ان يوسف غلبان وفي حاله، واستغل ان يوسف ساب مكتبه وخرج جري. شريف دخل سرق الخزنة بمفتاح ابوه وحط جزء من الفلوس والمفتاح في مكتب يوسف وفي شنطته عشان يلبسوا التهمة بالكامل ويضرب عصفورين بحجر، يخلص من ديونه ويبعد الشبه عن نفسه للأبد. وللأسف الكاميرات اللي في الممر كانت عطلانة بفعل فاعل، مفيش غير كاميرا البوابة الخارجية اللي جابت يوسف وهو خارج بيجري ومذعور. عذاب الزنزانة ونبذ المجتمع. يوسف اترمى في الحجز. الأيام الأولى كانت زي الجحيم وسط المجرمين والمسجلين، وهو الشاب المؤدب اللي عمره ما داس قسم شرطة. بس الوجع الحقيقي ما كانش في السجن، الوجع كان بره. أمه حالتها الصحية تدهورت تماما وجالها جلطة من الصدمة لما عرفت إن ابنها وحيدها متهم بسرقة. أهل المنطقة، الناس اللي كانوا بيحلفوا بأمانته، بدأوا يتكلموا عليه ويقولوا يا ما تحت السواهي دواهي، ما كانش باين عليه الحرامي. خطيبته اللي كان بيبني معاها عاش الزوجية وبيرتبوا لفرحهم، أهلها أجبروها تفسخ الخطوبة وبعتوا له دبلته في السجن مع رسالة جرحى. يوسف كان بيقعد في ركن الزنزانة بالليل يرفع إيده للسما ويعيط من قلب جوه ويقول يا رب انت تعلم خاينات الأعين وما تخفي الصدور، أنا مظلوم يا رب، ماليش غيرك. طاق النجاة، المحامي العجوز والدليل المستحيل. بعد شهرين من الحبس الاحتياطي القضية راحت للمحكمة، والكل كان متوقع إن يوسف هياخد حكم مش أقل من 3 سنين سجن مشدد. وفي وسط الضلمة دي ظهر الأستاذ مصطفى، محامي عجوز وقريب من المنطقة اللي عايش فيها يوسف. الأستاذ مصطفى كان راجل ذكي جدا وقاري بشر. أول ما قعد مع يوسف وبص في عينه حس بنبض الصدق وعرف إن الولد ده وراه سر كبير. الأستاذ مصطفى بدأ يشتغل على القضية بطريقة تانية خالص. قال لنفسه لو يوسف حرامي ذكي وسرق نص مليون، إيه اللي يخليه يسيب 50,000 بس في شنطته ويسيب المفتاح في الدرج مفتوح ويمشي؟ الحرامي ياما يهرب بالفلوس كلها ياما يخفي الأثر تماما. دي تمثيلية ومخرخها غبي. المحامي بدأ يراقب الشركة ويتحرى عن كل اللي حوالين يوسف، وبلعبة ذكية قدر يوصل لعم أحمد، راجل غلبان شغال عامل بوفيه في الشركة.
عم أحمد كان خايف يتكلم، بس المحامي ضغط عليه وفهمه إن في شاب بريء هيموت في السجن. عم أحمد بكي وقال له: أنا شفت الأستاذ شريف ابن صاحب الشركة داخل مكتب يوسف بعد ما يوسف مشي، وكان معاه كيس أسود، بس أنا خايف أتكلم يطردوني ويحبسوني. أنا جلسة المحاكمة، اللحظة الحاسمة، وجاي من الجلسة الفاصلة. القاعة كانت زحمة، ويوسف واقف في قفص الاتهام، وشه شاحب وجسمه خص النص، وعينه على الكرسي الفاضي اللي كان المفروض أمه تقعد عليه، بس المرض منعها. النيابة طالبت بأقصى عقوبة وقدمت الأدلة: الفلوس في الشنطة، المفتاح في الدرج، وهروب المتهم بالليل. القاضي بصل ليوسف وقال له: عندك أقوال تانية يا يوسف؟ يوسف بصوت مخنوق بالدموع قال: ما عملتش حاجة يا سيادة القاضي، ربنا فوق وهو شاهدي. هنا جاء دور الأستاذ مصطفى المحامي، وقف بكل ثقة وفجر المفاجأة اللي هزت القاعة: سيادة القاضي، العدالة عمية لكنها تبصر بالحق. أنا لا أدافع عن متهم، أنا أدافع عن ضحية مؤامرة دنيئة. المحامي ما اكتفش بشهادة عامل البوفية لأنها ممكن تتجرح في المحكمة، لكنه قدم مفاجأة قاتلة. المحامي كان قدر يوصل لتسجيلات كاميرا مراقبة تابعة لمحل مجوهرات واجهته بتبص على باب الشركة الخلفي. الكاميرا دي جابت شريف ابن صاحب الشركة وهو خارج من الباب الخلفي بعد ساعة من خروج يوسف، وكان شايل في إيده شنطة تقيلة، وركب عربيته وطلع جري. مش بس كده، المحامي قدم كشف حساب بنكي سري لشريف بيثبت انه سدد مبلغ 150 ألف جنيه لواحد من تجار السلاح والقمار في نفس الليلة وبشكل نقدي. انتصار الحق ومرارة الجرح. القاضي أمر بوقف الجلسة للمداولة، والجو في القاعة بقى مشحون بالتوتر. شريف ابن صاحب الشركة كان قاعد في القاعة ووشه بقى أصفر زي الليمونة وبدأ يعرق ويتهز، وأبوه الحاج رأفت بيبصله بصدمة، مش مصدق إن ابنه هو الحرامي الحقيقي اللي لبس الغلبان التهمة. بعد ساعة رجع القاضي ونطق بالحكم. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم يوسف مما نسب إليه، وإحالة أوراق المدعو شريف رأفت للنيابة العامة بتهمة السرقة والتزوير والبلاغ الكاذب. القاعة انفجرت بالزغاريت من أخت يوسف والجيران اللي حضروا. يوسف وقع على ركبه جوه القفص وبيبكي وساجد لله سجدة شكر طويلة، حاسس إن الروح ردت فيه من تاني. النهاية: البراءة مش كفاية. يوسف خرج وماشي في الشارع وراسه مرفوعة، الكل جرى عليه عشان يعتذر له ويحضنه، أصحابه اللي اتخلوا عنه وخطيبته اللي بعتت له معايطة وبتطلب السماح. بس يوسف بصلهم كلهم بابتسامة حزينة ونظرة هادية وقال لهم: الظلم عامل زي النار، لما بيطفي بيسيب وراه رماد مش بيرجع تاني أخضر. أنا مسامحكم كلكم، بس الثقة اللي اتكسرت ملهاش قطع غيار. يوسف خد أمه وأخته ونقلوا من المنطقة كلها، بدأ حياة جديدة في مكان جديد، كسب قضية تعويض كبيرة من الشركة، وبقى هو صاحب عمل حر. اتعلم درس عمره ما هينساه: إن عين البشر ممكن تنام وتظلم، بس عين رب البشر صاحية ما بتنامش، وإن الحق ممكن يتأخر بس لازم في النهاية ينتصر.